البنات وتستغل اه صورها. انا بعشق اتصور مع البنات. دي انت قلتي حاجه مش فيا اصلا، صفه مش فيا نهائا. ايوه، ما نهائا. هي الصفه اللي قالتها دي مش فيك فعلا، اللي هي بتقول اللي انت بتصور البنات عريانه وبتاع، ده مش فيك. حبيبتي لو قالت انا، شباب هقول ماشي. حبيبتي انا يا ريت يا بنتي والله العظيم وحياة ربنا، وحياة ربنا تعالي لي واقع وانا هسمعك من منق خيار ومش هي عايزه هتاكلي من الخيار يا ورا عيش. اسقس. يعني من منق خيار يعني يا عيل يا شرموطه يعني بس يا ولا ست. بس فهمتي؟ دم منق خيار. لا قول لها يا امك ما تقولش لا، يا بنت اللي ما تقولش لا. لا انا ما اعرفش الكلام ده، انا اكدب عليكي؟ انا بسمعها من منق خيار. حذاري بقى يا خدامه تجيبي سيره عمك اسقس تاني، هو ملهوش في الحريم، فهيسمعك الخيار انا لو والاكل وكل انا الدنيا. لو انت عايزاني، لو انت عايزاني اتجوزك عادي، بس لا لا تعالي لا تعالي لا, لا بقى. يا اسقس، لا يا اسقس، ده طلع له اسنانه بيقعد. لا يا اسقس، انت لسه صغنن. لا يا اسقس، ما هو الجامعة دي لا. كرب، ما هو كلب البورصه متجوزها، اشمعنى هو؟ اشمعنى هو؟ انت هتاخد الرمرمه، احنا هناخد لك كده صغنن، انت صغنن. هو طلع له اسنانه بيقعد والتاني هي بيقعد. منتنه اصلا، هي منتنه. تقول لك ايه؟ انا هقفل اللايف عشان عندي مشوار مهم قوي. انت مش مهمه يا ماما، بنت مين انت بقى؟ ما هو معلش سوري، ما انت بتقولي لي زي ما انت بتقولي عليا ابن حرام، انت برضو ابوكي مش معترف بيكي، ما انت برضو بنت حرام زيي، مين ده ما دي؟ تجنسي. لا يا هي قالت اسقس، اسقس استنى يا بابا استنى. باباها مش معترف بيها ازاي؟ ده هي بنت واحد اسمه يسري، وامها اسمها زينة في امبابة، وعيالها موجودين وجوزها موجود. هي بتفتري على الرئيس محمد حسني مبارك الله يرحمه. هي مش بنته، ده احنا نسميها الخدامة الرئيس حسني مبارك. فهمت يا بابا؟ ماشي، يعني لقيطه برضو زيي. هي لقيطة، هي عايزة تكون لقيطة ومش معترفة بأهلها، يعني دي أهلها موجودين هي مش معترفة بيهم. فهمت؟ لكن أنت بلا فخر، أنت اترميت وأنت صغنن، أنت يتيم أب وأم، قعدت في دار أيتام من صغرك لغاية ما كبرت. ده حاجة اللي فيك، ده أنت غصب عنك. أنت اتربيت، مفيش عيلة مفيش بتاع، لكن هي اتربت في بيت وعيلة وبتاع، وطلعت خدامة ورخيصة وعايزه في كل حته. فايزه العايزه دي، انت مالكش وحياة دخل. ربنا، وحياة ربنا وعلى المنصة أو الفجر هيأذن، وحياة أبوكي لا تتحبسي، ده انت رؤساء بلدك اتحرق. وحياة ربنا يا شمامة يلي مالكيش لازمة يا عرة، يا عرة الابليكيشن، لا تسجني وبكرة تقولي قصقص قالها هتسجني يا عرة. انت ده انت شايفها؟ اللي انت كانوا، شفتها اصلا يا قصقص؟ عارفها؟ دي لك قاعدة مع واحدة اسمها شيرين شرموطة. ده ما هي النهارده عمك بص، متولي ومحمد متولي ومتولي سعيد طلعوها مسرح النهارده وسجلوا لايفات. بس انت بعتها لي الفيديو يا متولي عشان ابعتها للمستشار سامح، عشان الجلسه يوم 26 واحد انا عامله لها جلسه حلوه قوي يا قصقص يوم 26 واحد في امبابه. البت دي أنا جاي أحضر، أنا جاي أحضرها والله، أجي أحضرها عشان او الناس ليه دي المفروض تتعب نفسك؟ تتحبس. إيه؟ تتعب نفسك ليه؟ هي اصلا كده كده هي مش جايه. مش عارفه خدت حظر ولا خدت ايه. قصقص جاله حظر. هيما ابو شهره بيقول لي كبرتي وعجزتي. اه بس ما طلعلوش سنانه بيض. يا بوجي عامل ايه؟ يا بوجي عامل ايه؟ اهو عامل خط وماشي عليه. شوف متولي عمل ايه اصلا النهارده. هو متولي النهارده كان عظيم 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 عظيم. شوف متولي، انا مستغرب ان متولي قاعد ساكت في الجسم. هو نام ولا ايه؟ ما لا نمتش يا ابني والله، انا باخد علاج نفسي وكده وباخد مهدئات وبساكت والله. استاذه اللي عارفه كل حاجه عني، هي اه فاهمه، والله فعلا. هي انا عارفه كان كل لازم حاجه. اعمل زيك كده دلوقتي، واخد مهدئات برضو عشان اعرف اسمع دلوقتي اللايف. لا يا عم ادعي لي بس ربنا يشفيني، انا وجودي عندها كده بحس بالامان اقسم بالله، مهما اوصف لها على اللي وفيت معايا بدها بدمي.
اقسم بالله. قلت له تكبيس يا جماعه، انت النهارده انتوا عملتوا ايه بقى في الولايه كده؟ يبقى هي ايه تطرف؟ بس شفتش انت عباسية اللايف ده يا بوجي؟ كان لا ما عالمي. تابعش. دي انا انا ما هطلع بشوفهاش بيها بتفتح فيديو اصلا. عندي على الفيسبوك، وده لازم يكون عنوان اللايف. ايه بقى يا متولي انت استاذة ومحمد؟ ليلى، في حد بيقول لي خس ازاي؟ خسيتي ازاي؟ انا بس اه. هو مش عارفين يكتبوا. مم. يا بوجي بص، اللايف كان عبارة عن 4 ساعات، ال4 ساعات دول فيهم قمة إلحاد و... وتعالي على الله عز وجل، وسب في الرسول، وسب في الديانات انت عبيط بقى ولا ايه؟ هو حضرتك بنت أبلة سمرة؟ لا امي ما اسمهاش سمرة، امي اسمها قشطة. حلوة قشطة دي، قشطة. انت عبيط قوي. كمل يا متولي. والحاجات دي يا بوجي لازم تجيلك عشان تبعتها، فاهمني؟ ويتعمل عليها حلقات مع إرهام سعيد. ما الحاجات دي لو نزلت لإرهام، ونزلت لعمرو أديب، ونزلت لحسن محفوظ، ونزلت للإعلاميين دي، هياخدوها محتوى وينتشروا بيها. البت دي هتتفرم أكتر من كده. يعني سيبك مثلا اللايف كان وصل ل10 15 ألف بني آدم شافه، لا اما يوصل بقى للسوشيال كلها بيبقى أفضل بكتير قوي. وساعتها بقى مش هيجي فاطمة محامي يقول منورة، سيب لنا احنا الموضوع ده. شوف انت عايزه يروح فين، وهتلاقي الدنيا كلها من عندنا. اقسم بالله 100 قناة و100 صفحة لايف لوحده. انت عارف كلهم بياخدوا منه. وكمان هقول حاجة مهمة برضو، البت قفلت صفحتها وهربت. لو قالت لك مثلا على الفيديوهات بتاعت اليوتيوب بتاعت مين اللي الفيسبوك. قالك ليه قفلت صحتها؟ انت يعني عملتوا سيرش على صفحتها ما ايوه لقيتوهاش؟ قفلتها وهربت. ايوه يا استاذه ليلى قفلتها يا استاذه ليلى. انا بجد؟ دخلت صفحتها بعد الله بعد الكلمتين اللي قلتهم عند متولي، دخلت صفحتها ما لقيتهاش. قفلتها نهائي. البت مرعوبة مرعوبة. ايوه البت في حالة الخدامه رعب. التانية دي سايباها ليه؟ عندها صفحتين، الناس بيقول لك عندها صفحتين اهو. لا هي عندها صفحة واحدة واتقفلت بسبب اللي حصل لها النهاردة والهجوم الشديد. بس الحاجات دي كلها لو خدناها واشتغلنا عليها كمحتوى، وبعتناها لمذيع مصر، وبعتناها لكريم علاء والناس دي كلها، لا ده هيشتغلوا عليها. البت هتتفرم اكتر. ال البت مرعوبة. اسأل محمد متولي كده،